بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين. وانا ماشية في الشارع العمومي الكبير دوت في المدينة الساحلية. فانا لقيت هنا فيه على فكرة فيه محلات كتير جدا جدا مشهورة واماكن وحاجات كده، ولكن انا حبيت اصطحبكم معايا في الجولة دي واقول لكم وملاهي. وهنا فيه اهو دوت، هنا فيه حاجات حلوة اهي، شلالات هنا. اهلا وسهلا بالساده رواد صفحه ضبط احوال وبتصحابكم في الجوله. نجوى عبد العزيز الصحفيه. في هنا كهف ملح اهو، كهف الملح دوت هنا، واقرا لكم ايه فوائده. هروح كده لحد هناك واقول لكم على فوائده. هنا بيقولوا سياحه علاجيه تخلصك من الطاقة السلبية أو الطاقة السلبة، يعني هم كاتبينها السلبية أو الطاقة السلبة. بيساعد في علاج الأمراض الجلدية والتنفسية بواسطة الجلوس في كهوف الملح. هي طريقة قديمة، يعني على طريقة سيوة كده، واحد سيوة أو بعض الأماكن بتعود للقرن ال19. هو طبعا حاطين قبل ما تدخل الحاجات دي كلها، واحنا هنا بنصورها لحضراتكم. هنا هي دي اسمها السياحة العلاجية. اعتقد حضراتكم بتقروا معايا كده. هنا والمصابين بهشاشة العظام وتآكل في العمود الفقري وحاجات كتير قوي، والمترددين على كهف الملح بيشعروا بيقول لك بالارتياح. انا بقرا لكم الموجود، وهنا الناس بتخرج اهو. هنا هنا بيساعد كهف الملح للتخلص من ضغوط الحياة اللي بتواجهك واستعادة الروح الإيجابية مرة تانية. وبيساعد كهف الملح على التخلص من ضغط الحياة اللي بنواجهها. وكمان هنا هنزل لكم اهو من فوائد كهف الملح للبشرة. الملح مفيد للجلد حين تستخدمه كسكراب للبشرة، اللي هو زي ماسك، يعني تفتيح المسام، معرفش ايه. هذه الجلسة مش عارف ايه، هي مدتها 45 دقيقة، لكن انا معرفش تمنها ومش عايزة اعرف تمنها. هنا اهو الكهف اهو من جوه هنا كده اهو، ده مدخله. وان شاء الله لو انا دخلته هبقى اوريه لحضراتكم. هحاول اغرم لكم وادخله معاكم يعني. هنا ده اهو، وادي الشلال وادي الجنة. وهنا كده القط فيديو لوحده. وهنا مناظر جميلة وتماثيل حلوة اهو. هنا ده كهف الملح اهو. استحقكم في الجولة برضو. استحقكم في الجولة هنا برضو اهي. وادي الملاهي. هنا فيه مكان تجاري، شارع تجاري كبير جدا برضو بصحابكم فيه. دي مدينة الملاهي اهي. دي الساقية وحضراتكم معايا.
وهنا برضو الشارع التجاري اهو. طيب انا عموما بشكركم، والى اللقاء في جولة اخرى ان شاء الله. شكرا.